السيد الرئيس، السيد الأمين، السيدة المستشارات، السادة الممثلون في المصالح الإدارية، السادة وزير الإعلام، الحضور الكريم. السيد الرئيس، الأيام التي عشناها صراحة خلال مدة سنة ونصف كانت عصيبة وصعبة للغاية. أملتها مجموعة الوقائع والتي لها علاقة أولا بالتدبير، ثانيا يمكن أن نقول تجربة، وأخيرا ربما أملتها كذلك عملية استقطاب. ونحن الآن أمام هذا الواقع وبعد مشاورات طويلة ومعقدة استحضرت فيها المصلحة العامة ومصلحة الناس، فالأخطاء التي ارتكبت والتي كانت في الأساس تدريبية تلفها حملة انتخابية سابقة لأوانها، تنقصها كذلك الحنكة السياسية، ينقصها التواصل، يغيب عنها الدور الفعلي للمستشار الجماعي بصفة عامة سواء كان في المكتب أو خارجه. سيد الرئيس، ولولا تبسط السادة المستشارين وإحساسهم بالمهمة البقات على عاتقهم لاستمر هذا الصراع داخل المجلس ولبقيت الأمور على حالها. فليس من العيب أن يخطئ الإنسان، ولكن العيب أن يتمادى في خطأه. فالمجلس حين صوت على الرئيس فهو لم يعطيه شيئا على الرياض، ولكن كان عقدا معنويا. محوره الأساسي إنقاذ المدينة من الركود والجمود و يعني تحفيز العمل الجماعي وخدمة المواطن المكلاسي. كان عقدا لتوزيع المهام بين مقولي المجلس لاستضافة الجهود لخدمة الساكنين. كان كذلك عقدا معنويا ينبع من الغيرة على هذه المدينة. فيد واحدة لا تصفق، فيد واحدة لا تصفق. لقد تساءل المواطن المكلاسي المتتبع للشأن المحلي عن كل المشاكل التي كانت تخوضها فيها المجلس، وآخرون كذلك تساءلوا عن غياب الخدمات الأساسية أو عدم وصولها في الوقت المحدد. وقد استغلت بعض الأطراف ذلك كارتباك لا لقول الحقيقة ولكن لاتهام المجلس بأن الصراع كان عن أجل المصالح الشخصية، فهي ترجمة غير حقيقية وغير دقيقة. وبعد اجتماعات ماراثونية داخل فروق المجلس وليس داخل المقاهي وبين رؤساء الفروق وليس في الحانات، وحتى أيضا بمشاركة مكونات هذه المدينة ممن له نية صادقة التدخل ولم يشمل المجلس، فلا مجال لضياع الوقت وإهدار الزمن الانتخابي. الكل يجب أن يتحمل مسؤوليته من موقعه، فكفى من تبادل الاتهامات والاتهامات المضادة. وحتى لا نرجع إلى القانون التنظيمي 114 أو القانون الداخلي الذي ينظم عمل الجماعات لما يتضمنه من مواد وفصول تصب في اتجاه مصلحة هذا الطرف أو ذاك. نريد الرجوع إلى مصلحة المكنسة، ونريد ترجمة هذا القانون إلى أرضية مشتركة تحارب التهميش والإقصاء وتعطي الأمل في الشغل والعيش الكريم. وأنا أقول أن أزمة الثقة بين المستشارين غير موجودة، وأن الحلول لا تدار في المقاهي ولكن على صعيد الفروع. يمكن القول كذلك أن الأمور في البداية لم تكن راسية على قواعد متينة. إذن فأزمة الثقة لم تكن وليدة اليوم ولكن كانت منذ البداية، وهي النقطة التي أخذت الكأس. ودليل على ذلك دورة يوليوز 2022 التي دعا لها 47 عضو في الأغلبية والمعارضة، وكان مرد الغياب التام لرؤية واضحة المعالم لإخراج برنامج عمل الجماعة. كذلك العرقلة في تسهيل الخدمات الجماعية للمواطنين. إذا كانت الأمور هي مشاكل تدبيرية محضة، ومسح الثقة
فلا كان بمثابة الورقة الصفراء إن لم نقل الحمراء في وجه التسبير الفردي الذي أدى بالأمور إلى الباب المسلم. فمجال التعبير على سبيل المثال كان من أكثر المرافق تضررا، حيث أثر على المتفقين بشكل سلبي، كما أثر أيضا على الاستثمار بالمدينة وخلق فرص الشغل. مجال التحصيل الجبالية لأنها تعني محرك ديال الاستثمار كذلك كتبه معطل. مجال الشراكات إذا تعد نرى بجدول الأعمال إلا الشراكات التي تستنزف مالية المجلس. انغلاق قنوات الحوار والتشاور بين أعضاء المجلس، إذا خلق حالة شغور إداري، جمود في سير الجماعة، اختلاف الرؤى من حيث السير الذي كانت تتبعه الفضائية والذي بني على أسس هشة منذ البداية. وفي ضوء ما شهدته الجماعة من حالة الانسداد، أصبح لزام التفكير وبشكل جدي في حلول. لذلك كانت خيار التدبير والتسيير المحلي وفق مقاربة تشاركية هي الغالبة من أجل الرجوع إلى المصداقية المكتسبة من لدن الساكنة. وأملنا السيد الرئيس ابتداء من اليوم أن نخرج من باب المسدود والعمل سويا وفق منهجية ناجحة. وشكرا.